دلوقتي في مدرسة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهي مدرسة لتدريس المذاهب السنية. احنا قلنا في البداية هي كانت بتاعة سلطان مملوكي اسمه ايه؟ العادل زين الدين كتبوها في سنة 695 هجري 1295 ميلادي. ده هو اللي ابتدى يبنيها، وبعدين خدها السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكتب عليها اسمه. وفي تزوير احنا هنشوفه لما نطلع بره على النص التأسيسي بتاعها، ده مهم جدا. لكن هي مدرسة لتدريس المذاهب السنية جنب والده، جنب المدرسه بتاعته. يعني هنا بص، شايفين القبه اللي على اليمين دي اخر مجموعه السلطان المنصور قلاوون اللي اتبنت في 684 هجري 1285 ميلادي. المأذنه بتاعت قلاوون هي دي اللي على، في مأذنتين صح؟ واحده على اليمين واحده على اليسار. اللي على اليمين دي هي بتاعت مين؟ المنصور. بس مين اللي بناها؟ محمد. قلناها بره، الناصر محمد بن قلاوون بناها امتى؟ بعد الزلزال يا جماعه، فوق اهو السنه اهي، سنه 3,700 من الهجره النبويه على صاحبها الصلاه والسلام. مش احنا قرينا النص ده؟ كانت بدايته بعد وذلك عند ظهور الايات المنزله وسقوط عليها عند حدوث الزلزله. سنه كام بقى؟ سنه 3,700. الزلزال كان 702 هجري 1302 ميلادي. بعدين اتبنت بعدها بسنه في 703 هجري 1303 ميلادي. المنصور قلاوون عمل المأذنه بقى بتاعته جنبها اهي، الناصر محمد اسف، دي مأذنة المنصور اللي بناها الناصر بعد ما وقعت قلنا ب 17 سنه في الزلزال. جنبها بقى مأذنة مين؟ مأذنة الناصر محمد للمجموعه دي، للمدرسه اللي احنا فيها دي، مأذنة الناصر محمد ابن قلاوون. المأذنه دي لما نشوفها من بره هي عليها زخارف اندلسيه، لكن برضو في يسار المأذنه في ايه؟ في قبه ضريحيه، شايفينها؟ القبه الضريحيه دي الخوذه بتاعتها وقعت، الخوذه بتاعت القبه وقعت في سنه 1870 وما اتبنتش تاني. بالمناسبه القبه برضو بتاعت المنصور قلاوون اللي على اليمين كانت وقعت، ولجنه حفظ الاثار بنتها في سنه 1907 واستخدمت فيها الخرسانه المسلحه. يعني القبتين كانوا واقعين، بس في واحده اتبنت وواحده ايه؟ ما اتبنتش. لكن الناصر محمد بن قلاوون مدفون فين؟ مدفون جنب والده تحت القبه دي. لكن القبه اللي هنا دي اللي على اليسار مين اللي مدفون فيها؟ مدفون تحتها والده الناصر محمد بن قلاوون وابنه اسمه النوك، ده ابنه الكبير اللي هو كان ولي عهده اللي المفروض كان يحكم بعد منه بس مات في حياته. الاثنين مدفونين هنا، يبقى والده الناصر مدفونه هنا وابنه مدفون هنا. لكن الناصر نفسه فين؟ وصى ان هو يدفن جنب والده هنا. وباين بقى فيها تخطيط المدرسه اللي هو الصحن في النص اللي فيه الفسقيه او الفواره اللي في النص دي، وقبل منه في بير ميه اهو موجود قبل الفواره، وحواليه الاربع ايوانات. الجزء اللي احنا فيه ده اسمه ايوان. الايوان اللي هي كلمه فارسيه بتعني القاعه. والايوان في العماره الاسلاميه اللي هي قاعه مغلقه من الثلاث جهات اهو، ومفتوحه على الصحن بعقد اللي هو العقد ده. كل ايوان من دول بيدرس ايه؟ مذهب ديني. المذاهب عندنا كم مذهب؟ 4، يبقى في عندنا 4 ايوانات. في الغالب ايوان القبله اللي هو ده بيبقى للمذهب الحنفي، حنفي مالكي شافعي حنبلي وهكذا. الميزه بقى هنا، تعالى كده يا حكيم، شايفين ملقى في الهواء ده؟ ده من اجمل الملاقف في العماره الاسلاميه ومن اقدمها الملاقف اللي باقيه عندنا. لو لاحظتوا الجو هنا افضل شويه صح من بره. ده بسبب ايه؟ بسبب ان المعمار عمل هنا النوافذ والملاقف بخطه مدروسه بحيث ان تعمل دوره هواء كامله. الملقف ده هو حاجه منهم، من دوره الهواء اللي موجوده هنا في المجموعه بتاعتنا بينظمها. لاحظوا برضو حاجه، ان انتوا هتلاقوا بصوا المأذنه بتاعه الناصر محمد هي مظبوطه من هنا صح؟ لما نطلع بره على الشارع هتلاقوها معوجه. ليه؟ لان هي مظبوطه على القبله ولا على الشارع؟ هي دلوقتي مظبوطه على ايه؟ على القبله. لما نطلع بره على الشارع هتلاقوها ايه؟ لاحظوا ركزوا بس، هنطلع بره هتلاقوها معوجه. ليه؟ لان هي مش مظبوطه، هي مظبوطه من بره مش مظبوطه على الشارع، مظبوطه. نفس الكلام بصوا بقى اللي جنبه مأذنه ابوه، هي دلوقتي معوجه ولا مظبوطه؟ معوجه. هي معوجه عندنا هنا، لكن هي مظبوطه على القبله هناك. لما نطلع بره هتلاقوا العكس، هتلاقوا دي معوجه على الشارع يعني لما نطلع هتشوفوه. في اي اسئله؟